يا مساء الفوضى العقلية. تن 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 رجعنا من تاني في بيتنا التاني في دكتور نفساني. انت، ايوه انت، مش انت اللي كنت رايح تقعد شوية مع حالك وتروق على نفسك ومسكت موبايلك وقعدت وقلت خلاص شوية هدوء؟ بس عقلك للأسف ليه رأي تاني، قالك لأ لأ لأ. فاكر لما كنت مزنوق في موقف محرج من 2013، لما كنت باباك ندالك قالك اقرأ الكلمة الفلانية دي ومعرفتش وقالك غور ده انت مش نافع قدام الناس؟ طب فاكر لما كنا في درس الانجليش جيت تقلع الشوز راح طايرة في وش المستر؟ طب فاكرة لما كنت معدية في الشارع ووقعت قدام شلة شباب؟ يا على الموقف اللي انت فيه يا حازم، يا كسفة، موقف لا تحسد عليه. الاشباك، احنا هنا في دكتور نفساني عشان نفهم دماغنا واحنا بنضحك واحنا بنعيط واحنا بنكح دم في نفس الوقت. يلا بينا. لكل حد دماغه بتديله على دماغه. دماغك مش بتفكر زيادة، دماغك بتنتقم منك، ده عاملة حفلة تنمر داخلية وانت الضحية. دماغك مش بتساعدك، دماغك عاملة زي موظف الحكومة اللي كل ما تقوله لو سمحت محتاج خدمة يقولك في ورقة ناقصة، ورقة من 2005. كل ما تهدى تقولك فاكر لما اتسحلت عشان فتحت مشاعرك لشخص ما؟ فاكر لما قلت لحد انا بحبك وقالك اسف انا معرفكش؟ منها دماغك دي، منها دماغك بتحب الريوند، بس الريوند للمقاسي، بتفكرك بكل لحظة قلت فيها يا ريتني كنت نملة، يا ريتها كانت عاملة لما اصحابها بتشرب خمرة. في علم النفس ده بيسموه الرومينيشن، الاسترجاع. يعني بالبلدي دماغك بتحب تعيد كل البلاوي وكل المواقف البايخة اللي حصلت لك في حياتك وقت ما تيجي ترتاح. زي كده مسلسل تركي نفس الكارثة على 60 حلقة مختلفة. دماغك لما بتلاقي نفسها فاضية بتتخض. في نظام في المخ اسمه Default Mode Network، يعني نظام الخواطر، شبكة الخواطر اللي بتشتغل بمجرد ما تسكت وقادرة تفتح لك ملف كل البلاوي القديمة اللي انت عملتها في حياتك، ظنا منها ان هي كده بتساعدك. والله هي كده بتساعدك، ظنا منها ان القلق ده درع وقاية، زي مامتك بالظبط وهي بتزعقلك عشان بتحبك، فهو بدل ما يسكت لا يفكرك بكل حاجة ممكن تقلقك. اكيد دي حاجة مش حلوة بس هي للأسف هي دي النية. بس اقولك حاجة، دماغك مش دايما انت، الصوت اللي جواك ممكن يكون نسخة من الناس اللي احنا كبرنا وعشنا معاهم، زي باباك، زي مامتك، زي مدرس الالعاب اللي قالك انت مش راجل، زي لما قالك اسكتي عيب ده انت بنت، زي ما قالك خليك شاطر اوعى تغلط عيب ده احنا برا البيت، لما هروح هوريك. حاجات كتير كل دول سابوا جوانا تسجيلات دماغنا لما بتهدى بتبدأ تشغلها تلقائيا، فدماغنا بقيت بتهاجم اكتر ما هي بتفكر. بص انا عايزاك تسأل نفسك سؤال دلوقتي، هو انا لو كنت مكاني كنت هنصح نفسي بايه؟ كنت هقول لها ايه؟ كنت هساعدها بايه؟ اسأل نفسك السؤال ده ودور على اجابة قولها لي في الكومنتس. طب المفروض اعمل ايه لما دماغي تقوم عليا؟ دماغي عاملة دماغ على دماغي، اطنشها؟ لا طبعا لا. تعمل ايه؟ اكتب كل القرف، جيب نوتة وطلع كل القرف اللي في دماغك. لما تقولك انت فاشل قولها العافية بعيد عن الفاشل، لما تقولك انت ما تتحبش قول لها وحياة امك حل عني انا مش فاضي، انا ورايا امتحانات وكبسة حماتي ورايا بصي كده. دماغك عاملة زي صاحبك شادي اللي مش بيفتكرك غير لما تبقى رايق ويجي يعكنن عليك. بس شادي ينفع نبلكه، لكن دماغك هنعمل فيها ايه؟ قوم امشي اجري اغسل وشك اخبطها في الحيط وريحنا وارتاح. بس خليك عارف ان الخناقة مع دماغك زي الخناقة مع خالتك بالظبط، عمرك ما هتطلع منها كسبان. وفي النهاية عايزاك تقولي ايه اكتر كدبة دماغك بتحب تقولها لك، وخليك فاكر احنا هنا مش عشان نتغير، احنا هنا عشان نعرف احنا ليه مجانين ونحب نفسنا واحنا كده قدام. See you again in the next video. Bye bye.